خیراتنا و هوا همیات کن خیراتنا مهربان خاطین کشورین دیر هاتین زور سپاسی وقت کن وقت بیشین کو ورزمه خادنیت ابی ورزمه سربزیون مادام از زنجیره سربزیون مکبون کوپه کاتبون اشلیای سنتر زاخبو و کنین کردی و گل بشکن فاکلتی به هماهنگی. اولی یک شما سربزیون کشله بشکا زمان عربی و به هماهنگی گل سنتر زاخبو و کنین کردی هاتیه برهف کردن. جبری همین تشتیل به کرب خلق که راستنش بگیان شهیدان. سرپرزیومتر جر چاودیریا آگری فاکلتی از زانستن مرواتی و پروفسور دکتر هوگری برای بچن دنوکش دخواست جنابی کن بلا فرمان. نام خود معظم دروان مامستان حجاب و طبیعین خوشتبین گلف خیراته سرچواتم خیرات نام میوانید خود که نرحب و ضيوف الكرام الذين يتجشموا معنا السفر من اعتقد من مدينة الموصل إلى رحاب جامعة زاخو. بشكل زمان عربي بشكل گرینگه و مگل راستی هم دو آلیه و ما گرینگه آلیه که دین ما باراکتر اویدیتی زمان عربی نه آلیه دوی جیرانت ما قام مکان وازن جیرانت ما زمان عربیه آلیه که دیجا که هم بجین که حضاره اسلامی و تاریخ کردان گل جارا جا هم بجین عربا به هاته گرتن زمان عربی. برای هنده رولا که دیرین که هی زمانی و وید رولی بگیرد جراستی. و سال دوی هم به سامپوزیوم میگیره دین هم هست که این سال با سال اف سامپوزیوم قوتر لیبه هم هست که این سالا بیدن به سامپوزیوم بین دو روش بس از گل جناب بجم دو تیبینیت هم با زمان با پشکا زمان عربی از هست که با دو تیبینی هم استاف زمان عربی بشکل که عام جبهه بکن. تبینی اولی که راستی در چون پشکا زمان عربی مدوید راستی عربی باخون. چون هم کرد محتاجیم گله جانب وی واب و ورادا. قطبی ما وقتی تا پشکا زمان عربی بید خورهوان که زمان عربی و قسم دین زمانی و انگلیزی و ترکیه هم بیجی. قسمي دي مثلا ما زنكو صلاح الدين ما فارسية هاي ما فرنسية هاي ما ألمانية هاي ما روسية هاي ما قالك زمان تو بيا بشكل زماني بيتو برهوان بي زماني باو في راستي تو شرم نكي بي زماني نهاف بيتو باو بيتو خزيرك بي زماني شمرد ما تبيتو حتى قطابية ما خريط راستي زيرك يعني برجاف منافسة اجي نافهمي زنكو هذا نافهمي برشادا وازيد بين بشكل قطبية مد إيه أبي باكجراوند دكا عربي هاي أو شيء باهو بس أبي باكجراوند دكا عربي نبت أو زحمة شيء بتو 4 صالات من يفري بتو محاولة كيتب عربي باهي راسي تو خارج بيتب عربي ناوي إشكاله بيت ما إشكاله أو بيتب عربي باهي وقت تو خارج بهر زمان كيتب شيء بتو 4 صالات خيني ما طلب المال ماجستير الدكتوراه شناش در بكشش هاي با أنجل أجل صالة كيف زماني وراتي طاف خالك يا بخاله دوي همین که باز بگیله راستی بشکار زمان عربی که ما مستاجی از خوشید کن و قطابیجی ورگیران هم گله محتاجی ورگیران اینه مگله جرات امداد بحثی سنتر اضافه که مگله جرات محتاج بارگ راپورت اگینه زمان عربی هاتی نویسم مد یک مکت کردیه که باش منینه آنها بید املی بگردی طلبه من بید خوبیش فیلی شولی بکرد راستی که شوریت همه اینگینه که بنه او زانستی زمان عربی هاتین وی زانستی بو مبگن کردی و او زانستی کردی هم نکه چید کن گلک من بگلک پرتوگل ویل هنمه در یخسیم زمان کردی باشه او بینوارگران با عربی دابزان که مسئله چیه يعني إلا نكو قسم بيجت آن مثلا سنتر وفرقة واشولا في الطلبة ما مستعد ما راستي بخو
خوفی شولی کرد مثلا او پروگرام دهیمه کلی او دکتر فاخر پیرابوی دید که ارککی نشتیمانیه ارککی کردینیه بگید و راستید شو لکه گلکه باش کرد فرنده ارککی گرانه هم خورهوام کم زمانی عربی و هم ما خاصة الأفصال بالسندري زاخب وبكلين كردي مانية أفصال بالصلاة بكنا صلاة ورجيرانه 20 كتاب و 30 كتاب و حتى 100 كتاب جي مهبن هم زمان كردي حتى بزمان عربي جي هم بلابد كي مهم اف راستي اف كلماتي هاي ومقصاين زمان العربي بتخش برناها وبجنوبي كاري بكن راستي و در جهه سنتری وکیلی هر پروژه که او بین تقدیم کن ام دیوچین که راست ام بیدیو ورناگینی بس زانسته هم زمان کردی و یعنی یه گریدای کردابه اوجی چون که خصوصیه که هر سنتره که خصوصیه خواه خصوصیه ما و که دراسات کردینه بس از حسیم به والاتی بما پرکن و دا خوازه سرکفنی باید خوازه و هر سرکفتی به و انشالله سال با ساله باشتر و پیشکفتی تربن زور سپاس زور سپاس دکتوری هجا دینوکاجی دستیری دن سروکی پشکا زمان عربی دكتور محمد عبد القادر بلا كرم كده. بسم الله الرحمن الرحيم. برعاية السيد رئيس جامعة زاف والأستاذ الدكتور ناظم سليمان عبد العزيز المحترم، وبإشراف السيد عميد فاكولتي العلوم الإنسانية الأستاذ الدكتور روبر طاهر توفيق المحترم، ينظم قسم اللغة العربية فاكولتي العلوم الإنسانية بالتعاون مع مركز زاخو للدراسات الكردية في فاكولتي العلوم الإنسانية جامعة زاخو ندوته الثانية بعنوان الشعراء الأكاديميون التجربة الإبداعية. الحضور الكريم، تختلف أساليب قراءة الشعر وتلقيه، فبينما يرى البعض أن الدخول إلى القصيدة يكون من خلال معرفة عصرها وسياقها، وآخر يرى أن العيش مع القصيدة يتطلب إدراكا لمعانيها وفهما لمراميها، والبعض يرى أن معرفة السيرة الذاتية لتجربة الشاعر تحل كثيرا من غموض القصيدة وترخي حبال الفهم ليتمكن القارئ والمتلقي أن يعقد بها أي معنى يريد إسقاطه من خلالها. فقراءة الشعر وتلقيه تتطلب نوعا من الحضور المضاعف من قبل المتلقي، ولتحقيق ذلك كله أردنا في هذه الندوة أن نتلقى التجربة الإبداعية الشعرية من شعراء كبار، وهم أساتذة أكاديميون في علوم اللغة العربية وآدابها من جامعة الموصل الموقرة. فتعقد هذه الندوة بجلستين، تدير الجلسة الأولى الأستاذة الدكتورة عزة عدنان أحمد عزة المحترم، وتستضيف الأستاذ الدكتور أحمد جار الله ياسين المحترم عن ورقته الموسومة ما بين لوحة وقصيدة. أما الجلسة الثانية فيديرها الدكتور زيروان قاسم أحمد المحترم، ويستضيف الأستاذ الدكتور جاسم محمد جاسم المحترم عن ورقته الموسومة بسلطة النقد وتمرد القصيدة، راجين الإفادة من الجلسات الشعرية القيمة وشاكرين المشاركة من الأساتذة المبدعين وحسن الاستماع من المتلقين الكرام. وفقكم الله تعالى، وأهلا وسهلا بكم جميعا. المقدمة التي ربما أسطرتني بأكثر مما أستحق، وشعرت أن لدي يعني بدأت تنمو أجنحة وكاد أطير يعني في القاعة من هذا الكلام الجميل. صباحكم ورد، صباحكم خير، صباحكم مطر، صباح الجمال طوال هذا الطريق الذي استمتعنا بأمطاره وعثراته والطبيعة التي كانت تحيط بنا، حتى تكلل هذا الجمال بالحضور هنا أمام هذا الجمهور الرائع وأمام هذه الأستاذة الرائعة أيضا الزميلة والصديقة والأخت الدكتورة عزة. وشكرا لجامعة زاخو على هذه الاستضافة، شكرا للسيد العميد، للأساتذة الذين الآن يعني يتألقون أمامنا كالنجوم. حقيقة الحديث عن التجربة الشعرية ربما لو كان الأمر في بحث أو في كتاب لاتخذ مسارا آخر،
ولكنني وبكل عفوية كتبت ما أحسست أنه يمثل هذه التجربة بشكل موجز، وربما بلغة نوعا ما شعرية إيحائية، فأرجو منكم أن تمنحونني يعني شيئا من الإصغاء لما سأقوله، وأرجو أن ينال رضاكم. وقد وضعت لهذه الورقة عنوانا بين لوحة وقصيدة. طبعا إن أحببت أن أبدو أمامكم شابا سأرجع الورقة حتى أستطيع القراءة، ولكنني لن أمثل عليكم فأستعين بالنظارات. نعم، يعني أصبحت مدجج بالنظارات والسماعات. بالمناسبة هذه فقط للقراءة، يعني هاي لا تعتبر من يعني علامات الشيخوخة، لأنني لا أرتديها حقيقة، فقط للقراءة. بين لوحة وقصيدة، موجز سيرة. في السادسة من العمر كنت في الأول الابتدائي، وكان الحد الأقصى للجمال الذي يدهش طفلا مثلي يتمثل بقطعة الشوكولاتة التي أحب لونها وطعمها ومنظرها، ولا تفارق حقيبتي المدرسية الصغيرة. ولم أكن أعرف أن الجمال يمكن أن يتجاوز الشوكولاتة ليتجلى في عينين جميلتين أيضا، وذلك ما وجدته يدهشني من اليوم الأول في عيني معلمة القراءة الست نوال، اللتين كانتا بلون قهوائي جذاب. عدت إلى البيت وحاولت أن أشرح لأخي الكبير ذلك الإحساس الجمالي، لكنني لم أستطع التعبير، فطلب مني أن أرسم ما رأيت من جمال، فرسمت بمهارة الطفل، رسمت العينين الساحرتين الجميلتين وأكملت المعروفة، فرسمت أيضا الأنف الدقيق والوجه المدور والشعر الأسود. وحين ذاك قال لي أخي يكفي إلى هنا. حين ذاك أيضا ابتسم معجبا بمهارتي في الرسم وبالعينين وبصاحبتهما، وبشر إخوتي ووالدي والعشيرة أن رساما في العشيرة قد ولد توا، وأن عليهم جميعا توفير الأوراق والألوان له ليمارس هوايته. وهكذا ورطني أخي بالرسم الذي ما زلت غارقا فيه حتى اليوم، والفضل للست نوال التي افترقت عنها وعن عينيها بعد تخرجي من الابتدائية، فجاء بعدها عصر العينين الخضراوين للست ناريمان معلمة الكيمياء في المتوسطة. لكن هذه المرة لم أذهب لشرح دهشتي بهما ومعاناتي منهما إلى أخي لأنه ورطني بالرسم سابقا، وإنما ذهبت إلى خالي الأديب الذي طلب مني أن أصف له بالكلمات العينين، فكتبت له: عيناها حقلا عشب أخضر وأنا فيهما أتعثر كقطرة المطر. فصرخ خالي: الله أكبر، وابتسم وبشر العشيرة بولادة شاعر فيها بفضل التفاعل مع العشب الأخضر والكيمياء. وهل الشعر سوى نتاج التفاعل الكيميائي الجميل بين مفردات اللغة؟ افترقت عن ناريمان والعشب الأخضر وذهبت إلى الإعدادية، وهناك مرة كنت رساما لأجل عيني الست مها معلمة الأحياء، ومرة أخرى كنت شاعرا من أجل هند معلمة اللغة العربية، حتى تخرجت ودخلت الجامعة، وهناك كانت النساء الجميلات يهطلن علي بغزارة حتى لم تتسع لصدهن مظلتا الشعر والرسم، فاستعنت بكتابة القصة القصيرة كمظلة ثالثة للتعبير عن تلك التجربة المائية الجميلة. وكثيرا ما انكسرت المظلات بفعل الأعاصير والعواصف، حتى كنت أغرق تماما في طوفان الجمال، لولا أن واحدة منهن مدت لي يدها وأنقذتني إلى بر الأمان الذي يقع قرب المحكمة. وحين ذاك بشر أصدقائي العشيرة بقرار زواجي من تلك المرأة المنقذة، وكان ثمن الإنقاذ باهظا جدا، وما زلت حتى اليوم أسدده عند عودتي مجبرا إلى البيت تنفيذا لاتفاقية السلام مع الجمال، لأجد هناك بانتظاري 4 نساء: اللوحة والقصيدة والقصة ومنقذتي.
وانتهت سيرتي مع الشعر ومع الرسم. أرجو أن هذا لعلي من هذا كنت أقصد أن للمرأة دورا كبيرا في تشكيل التجربة الجمالية والذوقية والفكرية للرجل، وأجدها من وجهة نظري، وأعتقد الدكتور جاسم يشاركني في هذا لأنه هو أيضا مدمن على هذا النوع من المحرضات على الكتابة، أن المرأة هي المحرض الأول للكاتب منذ الطفولة، والمحرض الأول للبحث عن الجمال، وفيما بعد أن يزهد بها يبحث عنها في الطبيعة، في الحياة يعني بشكل عام ومجمل الحياة اليومية. هذا ما يخص السيرة دكتورة. شكرا. طبعا أكيد للمعلمة وخصوصا في المدرسة الابتدائية دور كبير في التأثير على الطالب، وأنتم إن شاء الله إذا تعينتم وأصبحتم أساتذة سوف ترون مدى تأثيركم في طلبتكم. أنا أذكر كنت معجبة بمعلمة مادة العلوم في الابتدائية، معجبة بيدها حيث كانت حينما تحركها تتحرك هذه العضلة، كنت أرجع للبيت وأعمل هكذا ولا تتحرك أي عضلة، والآن بدون أي حركة تتحرك كل عضلة. فالمعلمة لها تأثير كبير حقيقة في الحمد لله. أنا كنت معجب فقط بالعينين يعني. وعينيك جميلتان أيضا دكتور. وما زلت يعني البوابة الأولى للإعجاب هي العيون. نعم. إلى مدرستي القديمة، أرجوك أعيدي إلي غبار الطباشير الملون ورنين الجرس الأخير ورعشة الامتحان. إلى الموت، في العصور كلها كنت تأتي مهرولا نحو العراقيين وتتريث حين تزور الشعوب الأخرى. لماذا؟ إلى الغيوم، ابتسمي وتفرجي على أفعالنا السود كي تدركي نعمة بياضك. إلى الكتب أيتها الجبانة، تستطيع رصاصة واحدة فقط اختراق المئات من أوراقك في الطريق إلى صدر الشاعر. إلى أبي حيان التوحيدي، أنت أحرقت كتبك فقط، نحن أحرقنا جميعا مع كتبنا. إلى امرئ القيس، ليلك الطويل لم ينجلي حتى يومنا هذا. إلى غابات النخيل، إلى السياب، تمثالك الحزين في البصرة، فتش السراق جيوبه فلم يجدوا فيها سوى المطر. إلى أبي تمام، لأننا أمة تفتخر بك صنعنا لك تمثالا فخما، ولأننا لم نفهم ما كنت تقول وضعنا التمثال قرب سوق الأربعاء. إلى الجغرافيا، تبقى خرائطك ناقصة ما دامت من دون خارطة للحب. إليها، هذا القلب الزجاجي اخرجي منه متى شئت، لكن إياك أن تغلقي بابه بعنف. إلى أمي، أرجوك ضعي يدك على جراح الكرة الأرضية، إن لمسة حنان واحدة منك تكفي لإعادتها إلى الدوران. إلى القبور، كلما تكاثرت انتصرنا لكن بجيش من اليتامى. إلى أزهار العالم، مهما تكاثرت باقاتك فإنها لن تغطي أبدا مساحات مقابرنا. إلى منارة الحباء، لو أعرف من مر بك قبل عصور فانحنيت له بهذا الشكل الباذخ. إلى الحمار، سيد الحيوانات أنت لكنك حمار. إلى بيكاسو، أنت كذاب جميل وأجمل أكاذيبك التكعيبية. إلى المتنبي أيضا، أنت كذاب كبير، لأن الخيل في عصرنا تعرف شتى أنواع العلف ولا تعرفك. برقيات هذا انتهت. نبدأ بالدكتور. بداية سيرة ذاتية يتكلم
فليتفضل به. شكرا جزيلا أستاذنا العزيز أستاذ يرفان، وصباحكم خير. وأبدأ بأولا شكر الكادر الرئاسي والعمادي والقسمي في هذه الكلية المباركة. جامعة زاخوان أول مرة أزورها، وهذا أول مرة أحظى بهذا الشرف صراحة لأسباب كثيرة، رغم أني من هذه المنطقة. وعندما أدخل ربوع كردستان أحس بأنني نبتة عادت إلى جذورها. أنا مواليد سميل 1971. أصدقائي في الإعدادية وفي الكلية يعني كانوا من أحبتي وإخوتي الأكراد أكثر من العرب، حتى أنني عندما ذهبت إلى قبيل في جامعة صلاح الدين يعني حسبت على، وفي القسم الداخلي حسبت على الأحبة والإخوة الكرد. أنا عربي من هذه المنطقة، لكنني ربوني الأكراد وربتني جارتنا أم عادل، ورباني الحج أحمد الجزير صاحب البقالة في السوق العصري. هؤلاء هم من ربوني. نرجع إلى مسألة البدايات. من الطبيعي أن يكون لكل شاعر أو لكل مسيرة شعرية تفاصيل كثيرة. ينبغي أن لمن يريد أن يخوض في السيرة ينبغي أن يقف عند منعطفات. هذه المنعطفات بشكل هي السماء. هذه المنعطفات هي التي تشكل السيرة. الجانب الأبرز، الجانب الأبرز، تمام، الجانب الأبرز في المسيرة. مسألة القراءة الكتابة، تمام؟ مسألة القراءة الكتابة. نشأت أنا في بيئة في سميل، منطقة سميل في الثمانينات، وأنا بداية الثمانينات بدأت أعي مسألة المدرسة. في تلك الفترة لم نكن يعني ثقافيا، لم يكن لدينا كشريحة عمرية معينة مثل ما تفضل دكتور أحمد جار الله، غير مجلتي والمزمار التي كنا نحرص على اقتنائها. ربما قادنا اللون أولا قبل المعلومة إلى المجلة. فمعلوم أنه الطفل أو الإنسان في هذه المرحلة يكون مولع بتلقي اللون قبل تلقي المضمون. وهذا يعني حتى على المستوى التجاري في الوقت الحاضر، غلاف الكتاب الملون يكاد يكون أكثر جذبا. في تلك الفترة مجلتي المزمار كنا يعني نأخذ من مصروفنا اليومي، يعني نعزل شيء لمجلتي المزمار التي كانت أتصور يوم الثلاثاء تصدر دكتور. الاثنين مجلتي والخميس المزمار. نعم. ذيك الفترة أنا في سميل كانت في مكتبة اسمها مكتبة بهجت، فكان ولا يعني يعرف ولعي بهذه المجلة. بدأت يعني لم أكن في نيتي ولم يكن أن نكن نخطط في تلك الفترة، ولم يكن حتى أهلنا يخططون ماذا سيصبح. المهم يذهب إلى المدرسة ونخلص منها. يعني هذه موجودة عند في تلك الفترة. الأب مشغول والأم مشغولة، يذهب إلى المدرسة ونتخلص منه. المهم يقضي وقت في المدرسة 4 ساعات يحل عنا. في هذه ال4 ساعات لم يعرف الأهل أننا كنا نبنى من الداخل، كل على توجه معين. ما لفت انتباهي في تلك الفترة أنني كنت يعني أنتبه إلى كلمات مكتوبة على جانب السيارة، يعني رسمة معينة على حائط بطريقة معينة تنبئ عن حالة حب، عن حالة كذا. بدأت أنتبه إلى هذه المسائل. أصبح توجهي يعني البيانات الأدبية هي التي يعني تتحكم فيما أريد أن أنتبه إليه. لاحقا اكتشفت أن في بيت جدي مكتبة في وقت سميل لم تكن بها مكتبة على الإطلاق، مكتبة واحدة لبيع الكتب وعلى نطاق معين، يعني مكتب بسيط جدا. يعني لم يكن للكتاب الخارجي قيمة أو اهتمام. وجدتني مرة أسحب كتاب المشموم والمشروب، هذا في مرحلة المتوسطة، للسري الرفاع. وجدتني أسحب شجرة اللبلاب لمحمد عبد الله. اكتشفت أن الأدب عالم جميل، ينبغي أن أطور نفسي في هذا المجال. لم يكن في نيتي غير أن أكون قارئ ومتذوق فقط.
ولاحظ كان اخواني يتحدثوا فيما بينهم عن الكتاب الفلاني، كتاب مهم كذا، يعني على الهامش. فصار عندي نوع من الولع الى حد انه اتذكر ما زلت انه في قضاء سميل كان منطقه ملعب كره قدم قبل ان تبنى بهذه الطريقه. هذا المبنى عليه تل، هذا التل انا فوقه وأراقب أصدقائي يلعبون كرة قدم، وأنا على الحافة أحفظ المعلقات، أحفظ أدب المهجر، بدأت تتكون عندي هذه يعني النزعة التثقيفية. متى بدأت أحس أنني عندي القدرة على الكتابة؟ في الخامس الإعدادي كان يدرسنا رحمه الله دكتور حسن الجرجري، أستاذ لغة عربية قدير له فضل كبير علي. كان يدرسنا على لغة عربية، يعطينا إنشاء. المحاضرة الأولى أعطانا إنشاء لمدة أسبوع، كتبنا، رجعت إليه بالإنشاء، وزع الدفاتر على الطلبة، قال لي جاسم أنا لم أطلب منك أن تنقل إنشاء من جريدة، أفضل أن تكتب أنت بلغتك. فقلت له دكتور أستاذ والله هذه كتابتي أنا. قال لي روح اقعد مكان طه حسين، وروح اقعد مكان عباس محمود العقاد. ليش جاي طالب اعداديه؟ ولك اشنو هاي معنى هاي الكلمه؟ اشنو هاي معنى؟ بديت اناقشه، اخر شيء قال لي ما ممكن. انطيك موضوع 5 دقائق اكتب لي اسطر عنه. اتصور كان عن مساله انظر الى النافذه واكتب ما يحلو لك، هذا كان العنوان. فما زلت اتذكر هذه، هذه لا انساها. هذه كانت اول ما اسميها اول قصيده كتبتها رغم انها سطرين. قلت في وقتها أهدت السماء بكت السماء فأهدت إلى الأرض سجادة خضراء، لأن الاخضرار كان طاغي فيه. قال لي لا هذه حافظها، فنعطي مواضيع أخرى. المهم بدأ ينتبه إلي، بدأت أخرج أعرف حفل في الحفلات في الكذا، وجد عندي قابلية أدبية ووجد عندي محفوظات، فانتبه واقتنع بأني ممكن أن أصبح. لاحقا جرني أدب المهجر، جرني أدب أي كتاب أدبي يصل عندي ممكن، يعني لم أكن لأمر عليه دون أن آخذ معلومة منه أو آخذ. في كلية التربية قسم اللغة العربية جامعة الموصل كان عندنا لوحة عنوانها إبداعات الطلاب، وهذا دائما أكد عليها. يعني في الكليات ينبغي أن يكون في كل كلية لوحة صغيرة لإبداع الطلبة، لخواطر الطلبة، من هنا تبدأ يبدأ الانتباه إلى المواهب. في تلك الفترة المهم كنت أنشر، حسيت أنه صار اهتمام جيد فيما أكتب. في الماجستير والدكتوراه، مرحلة الماجستير تحديدا التقينا بدكتور أحمد جار الله، وكنا طلاب حمد الدوخي ومجموعة من كنا كانت جلساتنا كلها تخص الأدب. بدأت تتطور قراءاتنا إلى أن وصلنا إلى منعطفات كثيرة. هذه هي البدايات، والمنعطفات وصلت بنا فيما لاحقا إلى مهرجانات عربية ومهرجانات عالمية. الذي هو الشوك كان سمة جمالية في الأرض. كنا نتابع هذه النبتات البرية، نأخذ الحفارة ونأخذ الأدوات. هنا تل وهنا منعطف وهنا ساقية وهنا، هذا لم يكن ليتوفر في بيئة أخرى. هذه ظلت معي وأنا أكتب، ودائما لذلك دائما حتى يقال لي المعجم الطبيعة عندك شغال بحساسية عالية. قلت لهم أنا ولدت في بيئة طبيعتها تختلف كثيرا عن طبيعة شعراء الجنوب مثلا. فقيل أنه بدأنا نميز ما تكتب من خلال استعانتك بالطبيعة في معالجة الموضوع، سواء كان موضوع سياسي أو سواء كان موضوع وجداني، موضوع غزلي، موضوع السياسة حاضرة والمرأة أيضا حاضرة. وهذا المرأة قدر الشاعر، سواء كانت رمزية مثل ما هي عندي أو ناريمان مثل ما عند دكتور أحمد جار الله. لا أريد أن أطيل أكثر. يعني دكتور أنا لاحظت أنك تجيد اللغة الكردية بطلاقة، فتفاجأت بصراحة تتكلم بالكردي. حاولت أن تكتب شيء باللغة الكردية مثلا كشعر، نثر، خواطر؟ اللغة الكردية إذا تريدني أكتب باللغة اللي تعلمتها من جارتي أم عادل ممكن أكتب، لكن باللغة الكردية اللي حاليا في الدوائر الرسمية ما لم تحاول بعد. لكن إذا أحكي كردي وياك وتحكي وياي كردي، أنا الحمد لله طليق في البهديلي تحديدا. أي
يعني باعتبار نشأتك كانت في سوميل اي بدليل احنا يعني لما الفتره اللي رحنا بها انا تعينت في جامعه الموصل فاضطريت انا انتقل للموصل، يعني دخلت انا متاخر للموصل. احد جارنا الاكراد جاء علي قال عندي كيف اجن؟ قلت له والله الشغله ما جايبوا الميسي بابا هين كرد انت كيف اجن؟ عربيه سوميلي هين كرد انت كيف اجن؟ فمتصور انه يعني عندنا اسباب معينه. قلت لا والله احنا شغلنا غادي، الكل غادي، والدي حارس مدرسه هناك، قرايبي موجودين هنا. يعني حاولت ان ابحث عن شعر باللهجه الدهوكيه الباتينيه، يعني شيء افهمه حتى اعرف طبيعه الكتابه الكرديه. يعني احدهم جاب لي ديوان احمد هيخاني، قدرت شويه اتواصل افهم بعض مسائل. احدهم جاب لي ديوان قانع وكنت اتابع، يعني ديوان شاعر سوراني يمكن اسمه قانع، السوراني يكتب قانع. اي ما قدرت اتواصل وياه. بس شنو يعني جماليه او حساسيه التلقي الشعري الاجمل ان يكون، يعني قريت قصيده احمد خاني جاب لي قصيده مترجمه وقصيده القصيده الام، رغم اني ما فهمت كل القصيده الام لكن استمتعت ووصلت الى اجواء والى روح القصيده عند احمد خاني عن طريق النص باللغه الاصليه اللي هو اللغه الكرديه. وشفت انه المترجم يعني كانما كانت ترجمه اليه نوعا ما، رغم انه من ترجمها ايضا عنده اهتمامات ادبيه. القصد من هذا يعني فكرت بهذا كثيرا، والشعبي ايضا يقولوا لي ليش ما تكتب شعبي، وايضا فكرت بهذا كثيرا. لكن سبحان الله اخذتنا الاكاديميه واخذنا العمل، لكن بقت في داخلي دائما يعني مسحه التاثر بالبيئه الكرديه موجوده تجدها في جميع قصائدي. المراه هي المراه، كتبت عن الام قصيده، يعني دائما اقول الكتابه عن الكتابه الصادقه عن الشيء الصادق يعني موضوعيا يعني يمكن ان يعني في مغامره خطيره جدا. كتبت عن امي قصيده سميتها ناثره الخبز. وناثره الخبز كنت دائما ما ارى امي فوق السطح بعد ان تخبز تاخذ رغيفين من الخبز تنثرهم، فاقول لها لماذا؟ تقول لي هذا رزق الطير. فظلت هذه الصوره في بالي، فكتبت عنها قصيده سميتها ناثره الخبز، وهي مهداة الى امي التي هي امهاتكم جميعا. اقول فيها: شطآن لا جدوى وطفل يلعب، يعني اصف محاولتي في الكتابه. يبني القصور برملها ويخرب، يعدو فيتبعه شريط مباهج متوضئا بدموعهن المغرب ليصيد احلام الفراشات التي طارت. ولو ان الرفيف يعذب هي فكره المدح القديمه، لم ازل ارعى ثعالبها وقلبي ارنب، لو كان دمعي عاقلا لنسيتها. وكتمت: لو ان العذاب مؤدب لكنها امي، اكتظاظي بالرؤى ومعين معناي الذي لا ينضب. امي دليل الذاهبين الى الندى، ان نام نجم او تثاءب كوكب. هي ربة العسل المقيم، بلادها نحل لاجل رحيقه يتغرب. الليل ناض لكي يشابه ثوبها، والصبح من يدها شهي طيب. امي دفاترها الشموس، ووحدها كتبت على الأضواء ما لا يكتب. جمهورها طير يلم قصيدة الخبز الذي من كفها يتوثب. والصيف أمي في رحيل النخل للفقراء، هل من طعم أمي أطيب؟ هي أول الشعر الذي من مائه شربت سعاد واستحمت زينب. أمي حقيقي المديح، وقبلها كل المدائح في النساء تكسب. التغزل في بداية ميله لقصيدة الغزل التي لا تكذب. وإطار أمي وهي لوحة بهجتي سجادة شاخت وظهر أحدب. وإطار أمي وهي لوحة بهجتي سجادة شاخت وظهر أحدب. أمي لشباك النبي قريبة،
وإلى رحاب الله أمي أقرب، أمي طواف الخير مكة غيمه، ولهجرة العصفور أمي يثرب، وهي اعتذار الريح إذ تبكي على الورق الذي بمرورها يتقلب، وجبين أمي أسطر مخطوطة بأصابع التعب الذي لا يتعب، وبرغم آثار الندوب بقلبها لم تعترف أن الزمان مدبب. بروفيسور دكتور أحمد جار الله. بروفيسور دكتور جاسم محمد. بروفيسور هاريكار دكتور أحمد علي حسين. بروفيسور دكتور عزت عدنان. دكتور زيربان قاسم. دكتور المثنى محمود.